مصر بيتمنى ان هو ينتقل للنادي الاهلي والزمالك، لكن انت مرتبط بعقد فلازم تحترم رغبه النادي ان هو عايز يبقى موجود، تبقى انت موجود عنده. لكن انا بقول لهم ان انا بحترمكم وبأدي بكل طاقتي يعني معاكم ومستمر معاكم، ولو كان في رغبه داخليه جوايا ان انا عايز انتقل للنادي الاهلي او نادي الزمالك، دي حاجه ترجع لكم بالموافقه. ان قبلته ده حاجه احترمها، رفضته ده حاجه احترمها، عشان انا مرتبط بعض معاكم بس يعني. حاسس ان انت لو بتلعب في اهلي وزمالك كان هتبقى سيد حمدي تاني غير اللي الناس شايفاه دلوقتي بصراحه برضه؟ اكيد طبعا، الجمهور بيبقى عامل اساسي في شهره اللعيب، بيديك حماس اكتر، يعني تبقى حاسس ان انت في وضع تاني طبعا، مع احترامي لنادي بتروجيت او اي لعيب بيلعب والاعلام كمان غير الجمهور او اي لعيب بيلعب في نادي ما عندوش جمهور، بيحس ان هو يعني بيلعب في السر، يعني موظف يعني. لكن اهي انت بيجي لك احساس كده يا سيد ان في لاعبين اقل منك كفاءه، بدون ذكر اسماء يعني عشان ما نحرجش حد، اقل منك كفاءه فنيه واخدين صيت اعلى منك؟ بيجي لك الاحساس ده؟ يعني اوقات بحس، لكن انا بحمد ربنا طبعا على المكان اللي انا فيها، يعني بمجهود زملاتي وبمساعده زملاتي والنادي اللي انا فيه. حاولت اعمل اسم لنفسي برضو، يعني ده حاجه من التوفيق عند ربنا. فانا بسعى طبعا ان شاء الله يكون طموحي برضو اعلى، وان انا اركز اكتر، ان انا اوصل لمرحله اكتر واكتر يعني. فدي هتطلب مني مجهود كبير طبعا، ان انا ارجع المنتخب تاني عشان اسمي يرجع تاني زي ما انت حضرتك بتقول. فاتمنى طبعا ان شاء الله يعني. سيد انت كنت تلعب في طنطا؟ انا بدايتي يعني انا اصلا من محافظه الفيوم. بدايتي كانت نادي من الفيوم، وبعدين انتقلت لناشئين المقاولين. وبدات بعد ناشئين المقاولين لعبت في نادي مياه البحيره سنه، وبعدها نادي طنطا سنتين، رحت بتروجيت، وبعدها بتروجيت كان في عرض من الزمالك والامور ما ده انا هسالك فيه. انت كنت في طنطا وخلاص، انت كنت هتوقع للزمالك، وعرفنا انه خلاص حتى ان فايز عريبي رئيس النادي اعلن عن مؤتمر صحفي ودعا حتى الصحفي لمؤتمر صحفي ان انت رايح الزمالك، مظبوط؟ يعني كان الامور خلاص شبه نهائيه ان انا هنتقل. مين كان بيفاوضك في الوقت ده في الزمالك؟ كابتن محمد حلمي؟ كابتن محمد حلمي هو الوقت الحالي كان هو اللي ماسك يعني. هو اللي كان مفاوض معاك؟ كلمني وكده كنت مضيت فعلا للزمالك؟ ورحت قابلت، لا ما مضيتش، بس رحت قابلت كابتن محمد حلمي انا متذكر ان هو قال ان هو انت مضيت والعقود اديتها له بشكل شخصي. ما كانش عقد، كان استمارات يعني، ما كانش لسه لكن وقعت وقعت استمارات مش عقود. مش عقود. واتفقنا ان هو تاني يوم ان شاء الله يبعتوا الشيك لنادي كان مليون جنيه. المليون جنيه. وفوجئت تاني، كلمت الناس في نادي الزمالك، كلمت كابتن محمد حلمي، فقال لي والله يا سيد انا يعني مش عارف الامور ماشيه ازاي، والموضوع واقف لحد كده يعني. فدخل نادي بتروجيت، كلمني الكابتن في نفس اليوم على طول. كلمت الكابتن شيحه، كان هو وكيل اعمالي في الفتره ده، كلمني وقال لي في نادي بتروجيت عايزك وكده، وناس جادين في العرض يعني، وايه رايك وكده. قلت والله انا مرتبط بعد في النادي، فكلموا نادي طنطا، راحوا دفعوا المليون جنيه، زودوا تقريبا 250,000، مش عارف بالظبط، بس هم حاولوا يعني. وخدت نفس العرض اللي الزمالك كان عامله لك وقتها ليك انت بشكل شخصي؟ نادي طنطا عرض يعني، كان عرض ان انا يعني انتقل بمليون جنيه، شرط مليون جنيه. جه بتروجيت بقى، جه الزمالك، جه كذا، مش مشكله، هو اهم حاجه طنطا ياخد المليون جنيه. تمام. بتروجيت اداك نفس القيمه اللي كان هيديها لك الزمالك وقتها؟ يعني اخدت اقل شويه، بس الحمد لله يعني بعد ما لعبت الحمد لله الناس عدلوا العقد وكان ناس محترمه. طب الزمالك ما دفعش المليون جنيه وطارت منه الوقت عشان يجيبك، محتاج يدفع كام؟ مش عارف يعني الموضوع هيبقى مختلف طبعا. نادي بتروجيت طبعا سياسته ان هو قصه مبدأه عنده، مش موضوع فلوس او كده. لا يعني خلينا نتكلم بالعقد والبنود والارقام. انت عندك بند في العقد بيقول يتوح ليك انك تمشي من بتروجيت بس لنادي خارجي. تمام. مليون يورو. تمام. مظبوط؟ يعني 8 مليون جنيه تقريبا. يعني الزمالك عشان لو كان هيدفع فيك مليون جنيه لازم الاول انت تروح ب 8 مليون يورو، وبعدين هو يجيبك من نادي خارجي. بعيد عن الشرط، لو هو يحب مثلا خلاص سيد حمدي فوق 10 مليون جنيه يعني، اكيد ممكن يكون النادي يطلب حاجه زي كده. تمام. على الاقل. على الاقل طبعا. من مليون جنيه ل 10 مليون جنيه.
طيب احنا سمعنا ان الزمالك كان بيتفاوض معاك في الفتره الاخيره دي باستمرار، او في اتصالات بينك وبين مسؤولين في نادي الزمالك، ده فعلا صحيح؟ يمكن في كلام من الاهلي والزمالك، بس كان الكلام الرسمي قوي كان نادي الزمالك. كابتن حسام كلمني بشكل رسمي. طبعا قلت له يا كابتن. كابتن مين؟ كابتن حسام. كابتن حسام حسن. قلت له يا كابتن حسام طبعا شرفني نلعب نادي الزمالك، نادي كبير وكده. ده قبل الموسم الحالي؟ في الفتره اللي انا كنت فيها في المنتخب. اوكي. كان لسه كابتن حسام ماسك الزمالك وقتها. في وقت ما ماسك. فقلت له يا كابتن شرفني، بس انا طبعا مرتبط بعد مع نادي الزمالك، وقال لي مع نادي بتروجيت. قال لي خلاص ماشي، انا هدخل بشكل رسمي وان شاء الله تكون موجود في نادي الزمالك. فقلت له خلاص يا كابتن. رفض بتروجيت. يعني سمعت بعد كده ان كابتن حسام كلمه وكده، فقالوا لا ان احنا مرتبطين بعد معاه ورافضين اي لاعب ينتقل لنادي داخل مصر يعني. طب الاهلي برضو اتفاوض معاك؟ الاهلي كان كلام بصراحه، يعني كان كلام الموسم اللي فات. الموسم اللي هو اول موسم في نادي بتروجيت كان الاهلي عايزني بشكل كبير يعني. كان مين بيكلمك وقتها؟ كابتن حسام؟ كان في اتصال طبعا من كابتن حسام. كابتن حسام بدري. وبعد كده الاتصالات انقطعت يعني. الفتره الاخيره مفيش اي اتصالات بينك وبين الاهلي؟ كلام يعني مش داخل النادي الاهلي، كلام ناس محبين النادي الاهلي. انت من جواك كنت ميال لمين فيهم؟ لا يعني هتقول الكلام الدبلوماسي بقى اللي يجي لا هقول لحضرتك حاجه يعني. يعني مثلا انا اهلي، محافظه الفيوم اهلي عامه كلهم اهلاويه. تمام. لكن ما عنديش اي مانع ان انا انتقل للنادي الاهلي والزمالك، اكبر انديه. ده مش كلام دبلوماسي، لا ده حقيقه فعلا ان انا. انت عيلتك كلها اهلاويه؟ عيلتك كلها انت أهلاوية. كنت طالع ايه بقى، اهلاوي ولا زملكاوي؟ بحكم عيلتي كنت اهلاوي يعني، بس لما بدات العب كوره وبدات اعرف ان ايه، ان تنتمي للنادي اللي انت بتلعب فيه. بقت مهنه بالنسبه لك. يعني دلوقتي حاليا بلعب في نادي بتروجيت، بنتمي لنادي بتروجيت. انت دلوقتي بتشجع بتروجيت بحكم ان انت بترتدي القميص بتاعك. اكيد طبعا، لو انت قلت اي نادي الاهلي او الزمالك اكيد هنتمي. لكن لما تساوى العرضين، لما تساوى العرضين هتختار بقى اللي انت بتحبه. هتبقى القصه يعني راجعه برضه للنادي، ان هو هيشوف طبعا هيكون في مفاضله بين النادي الاهلي او الزمالك اللي هيدفع اكتر. دي هتبقى قصه بيني وبين الاداره يعني. مش ولا هتشوف مركزك فين تقدر تلعب فيه اكتر في النادي؟ هتفكر فيها كده؟ اكيد طبعا هفكر طبعا، اشوف طب بالنسبه لمركزك انت شايف يعني فرصه، لو انت دلوقتي قدامك اهلي وزمالك، طبعا ده مش هيحصل، بتروجيت مش هيسيبك في جميع الاحوال، لكن انا بتخيل سيناريو يعني. شايف فين تبقى ليك فرصه لعبه اكتر حاليا في الوقت الحالي، لو انت هنا او هنا؟ هو اكيد طبعا النادي اللي هو محتاج، اكيد مثلا لو الاهلي محتاجني اكيد ابقى عايز في المركز ده انا لاعب مثلا. في لاعبين بيروحوا وما بيلعبوش في اهلي وزمالك. اكيد طبعا، هي بترجع للاعب ذات نفسه، او ترجع للنصيب او ذكاء اللاعب اللي يروح المكان اللي محتاجه اكتر. اكيد طبعا. انا شايف طبعا لو مثلا لو هنقول مثلا نادي الزمالك، لان نادي الزمالك هو عايزني بشكل رسمي. انا شايف ان يكون فرصتي في الزمالك افضل يعني في الوقت الحالي. مع ان انا شايف العكس. يمكن عشان في الاهلي نجوم كتير قوي، ممكن الامور ممكن ياثر على يعني شويه. برضه النجوم يعني واضح ان يعني دي سنه فاصله، يعني النجوم بتقفل، يعني مؤكد ان الاهلي هيعمل احلال وتجديد، ده لا محاله لازم هيتم بدايه من يناير، بس ما فيش فرصه في يناير طبعا، انت عارف عشان القائمه مقفوله. بس اعتقد في نهايه الموسم ده هيحصل. عموما هي في النهايه وجهات نظر واحنا بنعمل سيناريو، يعني لا انت هتروح هنا ولا انت هتروح هنا. طيب سيد، انت بيتقال انك دخلت في صدامات مع كابتن حلمي طولان، يهمنا اوضح النقطه دي قبل ما نختم الفقره. اكيد طبعا، انا جاي طبعا اوضح النقطه دي. الناس بتتكلم كتير ان في مشاكل بينك وبين الجهاز الفني وبالذات الكابتن حلمي. بقول للناس يا جماعه والله ما في اي مشكله خالص بيني وبين الكابتن حلمي، مفيش بيني وبينه كل احترام. بيعامل اللعيبه كلها سواسيه، مفيش مشكله بينه وبين اللاعب. هي القصه بس في ان سيد حمدي مش ظاهر بمستوى كويس زي السنتين اللي فاتوا، فده واضح في الملعب يعني. فالكابتن بدات مع الكابتن حلمي العب، يعني الناس بتقول ان هو ما بيلعبش، لا انا الكابتن بيلعبني. ففي فتره كده انا ما كنتش مش كويس فيها، فبدا يعني